فواحد الليلة شتوية في المدينة ديال طنجة كان واحد الفندق قديم منسي وقليل اللي كيمشي ليه، سميتو فندق السلام. ولكن هاد الفندق ماشي عادي، حيت كاين واحد السر الناس كيهضروا عليه بصوت خافت. الغرفة رقم 13. امين شاب بسيط خدام في الريسبسيون ديال الفندق. الخدمة ديالو غير في الليل من 11 حتى للصباح. اول نهار ليه المدير شدو وقال ليه بنبرة جدية: اسمع مزيان، كاين قانون واحد هنا، الغرفة 13 ما كتحلش. امين ضحك، حسبها غير خرافات. ولكن داك الليل كان مختلف. الوقت كيدق بسرعة، الوقت داز والو ما كاين، حتى مع نص الليل دخل واحد الراجل لابس كحل من راسو حتى رجليه، وجهه ما باينش مزيان. قرب للريسبسيون وقال بصوت بارد: بغيت الغرفة رقم 13. امين حس بالقشعريرة هنايا، قال ليه: اسمح ليا، هذيك مسدودة. الراجل ما تبدلش، غير حط فلوس كتيرة وقال: غنخلص الدوبل، عطيني غير الساروت. امين تردد، ولكن الفلوس كانت مغرية وغلط وعطاه الساروت. دازو دقائق والفندق بقى هادئ، حتى سمع صوت ديال الخطوات في الكولوار. طلع يشوف والو، غير باب واحد، الغرفة 13 محلول شوية. قرب وقبل ما يوصل سمع صوت كيهمس كيقول ليه دخل. امين تجمد ورجع لتحت. تليفون كيصوني، جاوب: شكون معايا؟ نفس الصوت: علاش ما دخلتيش؟ الصوت جا من الغرفة 13. امين دابا بدا كيتخلع بصح، ولكن قرر يطلع باش يفهم شنو واقع. وصل الباب، دق، تحل بشوية، دخل. الغرفة خاوية ولكن فيها مراية كبيرة. قرب يشوف فيها وشاف راسو، ولكن كاين شي حد واقف وراه. دار بسرعة ولكن ما شاف والو. رجع شاف المراية، والو، ما كاين حتى شي واحد. بدا كيقلب في الغرفة حتى لقى دفتر قديم. فتح وقرا: اي واحد كيدخل لهنا ما كيخرجش. فجأة الضوء طفى وصوت المرآة رجع: بقيتي هنا؟ امين بدا كيغوت، يضرب الباب، والو. شاف المراية وبانت فيها الصورة، هو ميت. فهم الا بقى خايف غادي يسالي بحالو. شد الدفتر وقرا. كتبقى حابسة حتى شي حد يعوضها. المرأة بانت قدامه، وجهها مرعب، عينيها كحلين. ولكن امين شد النفس وقال لا، وجرى وضرب المراية، تهرسات. فاق، لقى راسو في الطبيب. قال ليه: لقيناك طايح في الكولوار. رجع للمدير: في كاين الغرفة 13. المدير شافيه وقال: عمرها كانت. يطلع يشوف والو، ما لقاش الغرفة 13. كتبتسم. بعض الابواب الى تحلوا عمرهم ما كيتفتحوا.